الزفيجة مغول وطقطق على بابنا. نوضي بالزربايه المراج بدي الكويشات، راه تجمدوا يديا وحتى صحتي تبورشات. وقفت بالدرع على رجليا والسراج مشيت وكون لي نيه انني الا سديتهم نكون تهنيت من هاد المعاناة. ساعة هيهات وهيهات السميق اللي حالف حتى يبقى معانا من شهر 11 حتى لشهر 4 عاد تكون الضيافة سالات. ما علينا غير نجبدو الحوايج والجويكطات وفي رجلينا نضوبلو التقيشرات. قربت حدا التشيمينيا وفيها حطيت العويدات، شعلت العافية والمادام حدايا كحزات. هزيت ورقة وستيلو وحلقت اليوم بدات. إلا كان برد الأطلس هكا داير فيحسن عوان الدوال اللي ناسها في الثلج خلقات. حلقة اليوم غتكون على أكثر 5 دول باردة في العالم، وغادي نبداو بالرتبة ال5 وحنا طالعين حتى للرتبة 1. نبداو بالرتبة ال5 الصين. واخا الصين دولة كبيرة والجنوب ديالها دافئ وسخون وفيها مناطق صحراوية كثيرة، فراه الشمال ديالها عبارة على جبال عالية وباردة. وراه شي مناطق جات في الشمال ديال الصين سجلت درجة الحرارة ناقص 58 درجة تحت الصفر. عرفتي شنو هي ناقص 58 درجة تحت الصفر؟ راها الموت ديال البرد. وهذا الشيء اللي كيخلي الصين خامس أبرد دولة في العالم. الرتبة الرابعة أمريكا. الغريب في الولايات المتحدة الأمريكية أنها فيها بلايص من أشد المناطق برودة في العالم، وفيها بلايص أخرى من أشد المناطق حرارة في العالم، بحال الولايات اللي جات في الجنوب حدا الحدود مع المكسيك. وأقل حرارة تسجلت في أمريكا كانت ناقص 62 درجة تحت الصفر، يا ستار يا حفيظ. وتسجلت في ولاية ألاسكا، وهي أكبر ولاية أمريكية جات في الشمال حدا القطب الشمالي. الرتبة الثالثة كندا. كندا واحد الدولة اللي زويونة ونقية، وتما الأغنياء كيقريو ولادهم في موريال. هاي هسي موريال. وكندا جات في الحدود الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكتعتبر من بين أبرد دول العالم اللي سجلت درجة حرارة ناقص 63 درجة تحت الصفر. الرتبة الثانية الدنمارك. الدنمارك هي دولة في شمال أوروبا حدا السويد والنرويج، وأدنى درجة تسجلت في الدنمارك في منطقة غرينلاند اللي عندها حكم ذاتي ولكن تابعة للملكية الدنماركية، وسجلت ناقص 66 درجة تحت الصفر، ديما بيضة بالثلج على طول العام. المرتبة الأولى روسيا. أكبر دولة في العالم، شادة من آسيا حتى لأوروبا، وكتعتبر أبرد دولة في العالم. تسجلت فيها ناقص 67.8 درجة تحت الصفر. الموت الكحلة عباد الله، الموت الكحلة. الروبيني إلا حليتيه ما يخرج والو لما جمد في القوادس. إلا قارنا أدنى درجات اللي كتسجل في الأطلس اللي هي ناقص 5 أو ناقص 6 درجة تحت الصفر في أقصى تقدير بهاد الأرقام اللي شفنا في هاد الدول، راه لا مجال للمقارنة مع هاد الوسائل البدائية ديال التدفئة ديالنا. لو كان عندنا هاد البرودة اللي في هاد الدول نكونوا نقارضنا في الأطلس. الناس مراكش كلاو علينا كسكسو مش حال هادي. كما شفنا في هاد الحلقة أبرد دول العالم، غادي نشوفوا في حلقة أخرى أكثر الدول والمناطق حرارة في العالم. بحالي لا ساكن في البرمة ديال الحمام، الله ينجينا وينجيكم من العافية ديال جهنم.